واش سبق وطلب منك الطبيب تحليل ديال السي ار بي وما عرفتيش شنو كتعني وطرحتي مجموعه من الاسئله؟ واش السي ار بي تتعني مرض خطير ولا غير التهاب عابر؟ مع نبض التحاليل غنشرح لكم تحليل ديال السي ار بي ببساطه، شنو هي، علاش كيطلبها الطبيب وشنو كتعني النتائج ديالها. التحليل ديال السي ار بي او ما يعرف بالبروتين المتفاعل سي رياكتيف بروتين هي تحليل ديال الدم بسيط كيستخدم للكشف عن وجود التهاب داخل الجسم، وهذا البروتين كينتج من طرف الكبد وكترتفع النسبة ديالو في الدم ملي كيكون الجسم في حالة استجابة لالتهاب او عدوى او اصابة. بمعنى اخر، التحليل ديال السي ار بي ما كيشخص لنا نوع المرض، ولكن كيعطينا اشاره واضحه للطبيب ان الجسم كيواجه مشكله التهابيه كتحتاج الى بحث عن سببها الحقيقي. الطبيب كيطلب تحليل السي ار بي في عده حالات: الا تم الاشتباه في عدوى بكتيريا او فيروسيه، متابعه الامراض الالتهابيه المزمنه مثل امراض المفاصل او المناعه الذاتيه، يتم من خلالها تقييم شده الالتهاب او مراقبه فعاليه العلاج، خصوصا بعد عمليات الجراحيه او اثناء العلاج بالمضادات الحيويه. اهميه ديال هذا التحليل انه سريع الاستجابه الى ارتفع القيمه ديالو بسرعه عند حدوث الالتهاب وكينخفض عند تحسن الحاله. بالنسبه للقيمه الطبيعيه لتحليل السي ار بي تتكون غالبا اقل من 5 ملغ في اللتر. ملي كتكون النتيجه ضمن هذا المعدل فهي كتشير عاده الى عدم وجود اي التهاب مهم في الجسم. اما الى ارتفعت القيمه شويه فكيدل على التهاب خفيف ومؤقت بحال نزلة البرد او التهابات بسيطه. في المقابل، الارتفاع الكبير ديال السي ار بي كيشير الى التهاب شديد او عدوى بكتيريا قويه. لكن رغم ذلك ما يمكنش نعتمدوا على هذا التحليل بوحدو لتحديد نوع المرض، فالطبيب كيربط النتيجه بالاعراض السريريه والتحاليل اخرى لتشخيص نوع المرض. من المهم جدا اننا نعرفوا ان ارتفاع السي ار بي ما كيعنيش دائما مرض خطير. يقدر يرتفع النسبه ديالو في حالات عاديه بحال الاجهاد والتعب الشديد، جروح والتهابات البسيطه، او حتى بعد التدخلات الجراحيه. كذلك نمط الحياه والتغذيه عندهم واحد الدور مهم جدا، فالاكثار من السكريات والدهون المشبعه قد يساهم في ارتفاع الالتهابات. في المقابل، التغذيه السليمه والصحية الغنية بالخضر والفواكه وزيت الزيتون والأسماك كتساهم في تقليل الالتهابات في الجسم. فتحليلات السي ار بي كتطلب في الغالب مع تحاليل أخرى بحال الأنفاس، الفئاس ولا تحاليل الالتهابات الأخرى، حيث الطبيب ما كيعتمدش عليها بوحدها. كاين حتى نوع آخر سميتو السي ار بي عالية الحساسية، كيتستعمل أكثر في متابعة صحة القلب والشرايين. يعني النتيجه ديال السي ار بي خاصها دائما تقرا في السياق ديال الحاله الصحيه ديال الشخص، الاعراض اللي كيحس بها والتاريخ المرضي ديالو. دابا فهمنا بلي السي ار بي ماشي مرض، ولكن غير رساله من الجسم خاصنا ننتبهوا ليه وما نهملوش. شكرا على مشاهده الحلقه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.